عميد الشرطة عبد الإله الفرندي، نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، رئيس الفرقة الجنائية الولائية. في إطار الاستعدادات الأمنية لمواكبة حلول العام الجديد عام 2024، اللي كنتمنى بهذه المناسبة أن يكون عاما مليء بالمسرات والتوفيق والصحة والسلامة من خلال هذه المنابر الإعلامية، بدءا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله بنصره، وللأسرة العلوية الكريمة، وكذلك للشعب المغربي قاطبة. كما قلت بهذه المناسبة، اتخذت ولاية أمن مراكش كباقي المصالح الأمنية على مستوى التراب الوطني مجموعة من التدابير الأمنية، وذلك حتى تمر هذه المناسبة في ظروف جيدة وحسنة. هذه الترتيبات أخذت بعين الاعتبار جميع القطاعات بدون استثناء، حيث سيتم توزيع التشكيلات الأمنية بشكل معقلا يضمن الطمأنينة والسكينة والأمن للمواطنين بدون استثناء، حفاظا عليهم وعلى ممتلكاتهم. هذه الترتيبات تمت بشكل تنسيقي وتحت إشراف المصالح المركزية والمديريات المتخصصة، ونتمنى إن شاء الله أن تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف، وشكرا. معكم قائد أمن عبد الملك الرحيم، رئيس الهيئة الحضرية بمنطقة المحاميد. لا يخفى عليكم المديرية العامة الوطني وضعت رهن إشارة ولاية أمن مراكش ترسانة مهمة من الوسائل اللوجستية والمادية والبشرية حتى تمر هذه المناسبات عن نهاية رأس السنة في ظروف جيدة على مستوى مدينة مراكش. لا يخفى عليكم كذلك مدينة مراكش مدينة عاصمة سياحية بالمغرب ومركز قطب سياحي عالمي كيعرف حضور شخصيات وازنة على المستوى العالمي، بالإضافة للسياح الأجانب والسياح من ربوع المملكة المغربية. في إطار هذا اليوم هذا، تحت إشراف السيد ولي أمن مراكش، مجموعة من الاجتماعات ووضع خريطة الطريق من أجل الانتشار هذه القوات وهذه التشكيلات على مختلف محاور مدينة مراكش. عز التشكيلات سواء الراكبة أو الراجلة على مختلف المحاور، على مستوى الفنادق، على مستوى الفضاءات السياحية، على مستوى المعابد. كذلك تم وضع مجموعة من العناصر على المرورية على مختلف المحاور اللي كتشهد الحركية في إطار الانسيابية المرورية، ويكون تشغيل ضغط مروري طيلة الحصة الليلية.